بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا عيلتي الجميلة؟ وحشتون قوي 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 قوي. طبعا النهاردة رايحة فين؟ هنعمل مع بعض فيديو جديد. طبعا بقالنا كتير بصوا الكاكايا بقالنا كتير ما عملناش فيديو جديد مع بعضينا. يلا الفيديو بتاعنا النهارده هيبقى كالعادة. بص على القرنبيط. هنشوف مع بعض الزرع بتاعنا اخباره ايه واحواله ايه. بصوا الفول، دي الفول. الفول طلع ونور بدري. الفول طلع ونور، فول منور اصلا. ده في خبازه كتيره في الغالب. والله هتلاقيها اكيد خبيزه بقى اهو. بصوا الفول تاني اهو باين. طبعا في ناس ما تعرفش الفول لكن انا عارفاه. كلهم بيلفوا كله. زي ما انتوا شايفين معايا بنعمل محشي بقى. هنعمل لسه، بصراحة انا لسه ما عملتش. هنعمل محشي من هنا. ايه رأيكم؟ ام احمد نازلة تجري على الكرنب، مش كبير قوي على فكرة. لا حلو. ده في كتير على فكرة. ايه ده؟ في كتير لافف. ده سلق. للقلقاس. القلقاس ابو سلق يا جماعة، اللي هو اللي بيقولك القلقاس الاخضر، عارفينه؟ ده السلق بقى اللي بيتعمل بيه القلقاس. بصوا بقى هوريكم كرومبايه لفه اهي. بصوا القلب بتاعها. هوريكم كرومبه تانية لف بقى هنا شوف القرنبيط بقى حكايه. بصوا بقى لاول مره هوريكم القرنبيط في قلب الارض وهو مطلع قرنبيط. اه بصوا لفه. ده لسه جينا، انا لسه في الكرنب. بصوا بقى دلوقتي القرنبيط يعني غالي. بكام يا ام احمد؟ الواحده ب 30 جنيه. القرنبيطايه ب 30 جنيه. لما تبقى القرنبيطه الواحده ب 30 جنيه وازازه الزيت. بصوا القرنبيطه عامه بتاخد ازازه زيت. ممكن اقل حاجه تاخدها من عدد البيض ممكن تاخد 6 بيضات قرنبيطه. تمام، يبقى احسبوا بقى قرنبيطه ب 30، ازازه زيت قولي ب 55، والبيضه ب5 جنيه. ده احسب الموضوع. احسبوا بقى احسبوا كده. شوفوا القرنبيطه بقت تتكلف قد ايه. القرنبيطه دي كان ممكن اي حد يجيبها علشان هي حاجه بسيطه او رخيصه ويعدوا طقه وبس. دلوقتي القرنبيطه بقت تتكلف قد ايه. شفت الغله مطرح الملوخيه صفرة ازاي؟ ما شاء الله التوم حلو اهو ما شاء الله. طول ما الارض نظيفه يا جماعه تدي زرع. طول ما الارض نظيفه وما فيهاش حشائش بتدي زرعه كويسه. بتحس ان الزرعه بتاعتها قويه كده وجميله. ما شفناش القرنبيط على فكره. انت مشيتي وما شفناش القرنبيط. بص على هرجع تاني كده مع ام احمد ماشيه كده يعني ايه بتتفقد احوال الزرع. البصل هنا حلوه. البصل دائم. طبعا احنا زرعنا هنا بصل مع الثوم. بصوا القرنبيطه اهي. بصوا ما شاء الله جميله. دي هتكبر كمان ايه شويه. في واحده كمان لسه صغيره، لسه نونه اهي. بصوا لسه قرص نونه لسه خالص. طبعا بس مزروع ضيق عشان اللي ينفع. تعالي الناحيه دي يما تعالي. بصوا بقى هنا كرنبه حلوه ازاي. فين جميل. الله اكبر عليك احمد. حابه توريكم الكرنب وهو لافف القرنبيط والكرنب هنا جميل.
والثوم برضو. تعالي من الناحيه ده. انا عايزه اللهم صل على النبي. كل بقى ايه اللي هناك ده؟ ايه توم نوعه ايه؟ توم وبصل. واللي هنا توم برضو. توم برضو وبصل. طول ما الارض نظيفه، طول ما في اهتمام بالارض، لازم ان الزرعه تبقى صحتها حلوه. يعني في توم عند ناس تانية مش حلو خالص. ايه صحته تعبانه. صحته تعبانه بتقول لكم لكن طالما ان الارض نضيفه خلاص. الجرجير برضو طالع ما شاء الله عليه حلو خالص. القمح بقى زي ما انتوا شايفين اهو، طول بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. ده ايه اللي جاب؟ يلا تعالي. هنا برضو ايه نسبة عباد الشمس شمسينا، عباد الشمسينا. الجرجير اهو عاوز يتشال برضو زي ما انتوا شايفين، مزروع للاكل ولكن محدش ايه بياخده. هنا البصل مزروع ازاي زي ما انتوا شايفين كده. مش عارفه هو باين ولا لا، بس هو يعني ما شاء الله يعني. هنحش الفراخ. هنا بقى القمح زي ما انتوا شايفين سنبل. بصوا القمح سنبل. كل سنه وانتم طيبين. ليه كده؟ هو كده، هو اللي الشهر ده يثبت بقى. والله امال ايه؟ بس ده قصيره قوي. ارجع تعالى. قصيره حلوه هي الغله نقطه. بصوا اول السنبله بقى الجنين. هي هنا في مرحله الجنين، واخدين بالكم؟ بصوا اهي، عايزه اوضحها لكم اكتر اهي. بصوا مش لسه السنبله ايه بسيطه جدا يعني، بس حلوه يعني. الناحيه دي قدام عينيا اهي. في تطور في الزرع طبعا. دي يا ام احمد تعالي يلا. في بقى البرسيم ايه هنا بقى ايه، بس الارض طينه. البرسيم هنا على بعضه، برسيم وخس وحاجات. هنرجع بقى ايه يا خبر. لا انا هرجع اهو. انا هجيب لكم من هناك من الناحيه التانية، لان هنا الجو مش حلو خالص والارض طينه مش هينفع. يلا بينا يلا بينا. طبعا هنا بقى البرسيم زي ما قلت لكم اهو، خدناه حشيناه مره وهنحشه تاني مره تانية. الشبت والبقدونس حلو خالص، والخس بقى بصوا جميل. هنقطع الخس بقى لما نيجي نقطعه. هعمل لكم فيديو لان ام احمد دلوقتي بتقول لي ايه ان هو عايز يشيل. علشان مش عارفه الخس ده هو ده بحس أيوة. كده انه مش من نوع الخاص اللي هو بيعمل قلب يا جماعه. والعروق بتاعته فشه او هشه كده، مش ملوش طعم. ليه مش عارفه، مع ان الميه نظيفه والتربه حلوه قوي. مش عارفه بقى العيب في نوعه ولا ايه بالظبط. صح. وما عملش قلب. يعني في خاص كده بيعمل قلب، هو انواع. عنده قلب النهارده. ايه طب هاتي لي اللي هي من غير قلب خالص ده، اللي قلبها القاسيه ده. هاتي لي الخاصيه القاسيه ده. شايفاها اللي هي عامله زي ده، هي اللي ما فيهاش ورق خالص ده. شايفه الاتنين المفرعين اللي جنب بعض دول هنا اهو دول. هاتي لي واحده منها. هاتي يا ام احمد يلا خلصي. هي واقفه عماله ايوه ان شاء الله هنبقى نعمل فيديو مع بعض عشان ننشل او ننقذ الارض من الخص اللي هو ملوش لازمه. طبعا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو ينول اعجابكم. يا ريت ما تنسوش ام اسامه بدعمكم ليها على قناه دربكه ولعبكه. ما تنسوش ام احمد باللايك يا جماعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.